هي أول مرة يعني أحضر حاجة زي كده مسرحية وكده، يعني في حد من زمايلي اقترح عليا، بس يعني كانت تجربة لطيفة جدا وانبسطت بصراحة. الحقيقة أنا مبسوطة جدا يعني بالحضور العرض النهاردة، ويعني أخيرا بعد 8 مرات بيعرضوا ياسين وبهية ظبطت معايا النهاردة وقدرت إن أنا أحضر العرض. عرض أكتر من رائع، يعني كل حاجة من أول البروبس للميوزك للتأليف للحوار، مفيش حاجة مش حلوة. بجد العرض كان حلو جدا، والشباب كان تمثيلها كويس، وأنا انبسطت جدا من الاكسبيرينس اللطيفة. يعني حاجة ما شفناش قبل كده منها بصراحة. كان جميل ما شاء الله، عجبني جدا. ايه أكتر حاجة عجبت حضرتك؟ بهية. لا العرض ممتاز الصراحة. جميل جدا 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 بصراحة، اتفرجنا كله على بعض، سواء كان الكبار سواء كان التمثيل سواء كان الأطفال الصغيرين. كان جامد بصراحة. ايه أكتر حاجة عجبتك؟ الإخراج طبعا كان حلو، الإخراج والأزياء كان بصراحة يعني اتبسطت جدا واستمتعت، الليله دسمه وممتعه جدا. العرض النهارده جميل جدا ما شاء الله على كل الممثلين، من اول الاطفال الصراحه لحد الناس الكبيره. انا كنت مبسوط جدا النهارده بالعرض، وحسيت جدا ان الموضوع فعلا فيه مجهود، وانتوا يعني ما شاء الله كل الناس اللي كانت موجوده وفي مجهود بيتعمل وفي تحضيرات كتير. عرض حلو جدا جدا مختلف، في حاجات كتير قوي مختلفه، في ميوزك مختلفه ماشيه متناسقه مع العرض. اداء الممثلين كان كويس جدا 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 بطريقه مش طبيعيه، اداء فعلا اداء هم اشتغلوا عليه وتعبوا عليه. بصراحة كان عرض أنا اتبسطت إن أنا جيت والله بصراحة. أنا عجبني العرض جدا الحقيقة، وأتمنى أشوفها مرة تانية كتير. العرض ممتع جدا، انا بالنسبه لي اول مره احضر حاجه زي كده فعجبتني قوي. الممثلين كلهم ادائهم تحفه بجد، وانا اتمنى ان انا احضر على كل العروض اللي هتتعمل هنا القناه الجايه. أنا اتبسطت قوي بالغنى والمزيكا، دي أكتر حاجة دخلتني في المود يعني، وكمان التمثيل كان فظيع يعني، كذا كلهم بلا استثناء كانوا كويسين جدا. العرض تحفة وكل حاجة كانت حلوة قوي. العرض صراحه ممتاز جدا، وتمثيل واضاءه وقران كلهم ما شاء الله عليهم ممتازين، ابدعوا النهارده ما شاء الله عليهم، ان شاء الله من نجاح لنجاح.